السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل البطة الكروشيه دي. هو ده شكل البطة، وان شاء الله طريقتها تكون سهلة علينا وما تاخدش مننا وقت طويل، ومش هطول عليكم. ويلا بينا نشوف الأدوات. هي دي الأدوات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجة عندي هي الخيط. انا في الفيديو ده مستخدمة خيط قطيفة، لكن انتوا براحتكم خالص، ممكن تستخدموا اي خيط تاني انتوا حابينه. في الفيديو ده هستخدم اللون البرتقاني واللون الاصفر. برضو هحتاج ابرة كروشيه، واهم حاجة ان الابرة تكون نفس مقاس الخيط، والابرة اللي انا مستخدماها مقاسها 5 ملم. وهحتاج حاجة اعلم بيها بداية او نهاية الدور، وبرضو هحتاج مقص علشان اقص بيه الخيط، وهحتاج إبرة علشان أخفي بيها النهايات، وعلشان برضو أقيد بيها البطة بتاعتي. وهحتاج عيون بلاستيك، لكن لو العيون دي مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا خيط أسود. وبرضو هحتاج حشو علشان أحشي بيه البطة. ويلا بينا نبدأ مع بعض. علشان أبدأ هعمل الجسم، وعلشان أعمل الجسم أول حاجة هعملها هي إني هعمل 6 غرز حشو جوا دايرة سحرية. أنا هنا مستخدمة خيط قطيفة، وبالخيط القطيفة أنا بفضل أعمل دايرة سحرية بطريقة السلسلتين، وهي إني هعمل عقدة منزلقة وبعد كده هعمل 2 سلسلة، وفي تاني سلسلة من الإبرة هتعمل معاها على أساس إنها الدايرة السحرية، وهعمل جواها 6 غرز حشو. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت اول غرزة حشو، هعمل كمان 5 غرز. كده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده ابقى عملت زيادة. وهفضل اعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاني، ودلوقتي هبدأ الدور التالت. والدور التالت عبارة عن غرزة حشو بعد كده زيادة. في اول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التالت، ودلوقتي هبدأ الدور الرابع. والدور الرابع عبارة عن غرزتين حشو بعد كده زيادة. في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل غرزتين حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الرابع يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور الرابع، ودلوقتي هبدأ الدور الخامس. والدور الخامس عبارة عن 3 غرز حشو بعد كده زيادة.
في أول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل 3 غرز حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الخامس يبقى عندي 30 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور الخامس، ودلوقتي من الدور السادس للدور التاسع يعني 4 ادوار هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي، ومش هعمل اي زيادات. فاول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في ال4 ادوار اللي جايين من الدور السادس للدور التاسع. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 30 غرزة. هخلص ال4 أدوار دول وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور التاسع، ودلوقتي هبدأ الدور العاشر، والدور العاشر عبارة عن 3 غرز حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل 3 غرز حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور العاشر يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور العاشر، ودلوقتي هبدأ الدور ال11، والدور ال11 عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور ال11. المفروض في آخر الدور ال11 يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال11، ودلوقتي هبدأ الدور ال12، والدور ال12 عبارة عن غرزتين حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل غرزتين حشو بعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال12 يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال12، ودلوقتي في الدور ال13 والدور ال14 هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في الدورين الجايين، الدور ال13 والدور ال14. المفروض في آخر كل دور يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدورين دول وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال14، ودلوقتي هبدأ الدور ال15، والدور ال15 عبارة عن غرزة حشو بعد كده تناقص.
فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو وغرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل غرزة حشو وبعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور ال15 يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال15، وبكده برضو ابقى خلصت الجسم، علشان كده هشيل العلامة اللي انا حطاها وهعمل غرزة منزلقة، وهقص الخيط، ومش لازم اسيب كمية كبيرة من الخيط، وهشد الخيط بالشكل ده. وكده انا خلصت الجسم، ويلا بينا دلوقتي نعمل الراس. علشان ابدأ الراس اول حاجة هعملها هي اني هعمل 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية، وهنا برضو هستخدم طريقة السلسلتين وانا بعمل الدايرة السحرية. كده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. في كل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده ابقى عملت زيادة، وهفضل اعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاني، ودلوقتي هبدأ الدور التالت. والدور التالت عبارة عن غرزة حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور التالت يبقى عندي 18 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التالت، ودلوقتي هبدأ الدور الرابع. والدور الرابع عبارة عن غرزتين حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل غرزتين حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الرابع يبقى عندي 24 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور الرابع، ودلوقتي هبدأ الدور الخامس. والدور الخامس عبارة عن 3 غرز حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو. في تالت غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل 3 غرز حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الخامس يبقى عندي 30 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم.
كده انا خلصت الدور الخامس، ودلوقتي من الدور السادس للدور العاشر يعني 5 ادوار هعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فاول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في ال5 ادوار اللي جايين من الدور السادس للدور العاشر. المفروض في اخر كل دور يبقى عندي 30 غرزة. هخلص ال5 ادوار دول وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور العاشر، ودلوقتي هبدأ الدور ال11. والدور ال11 عبارة عن غرزة حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل تناقص. والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة، وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية اخر الدور، اني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل تناقص. المفروض في اخر الدور ال11 يبقى عندي 20 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور ال11، ودلوقتي قبل ما اكمل هركب العيون. وهركب العيون ما بين الدور التاسع والدور العاشر من 7 ل8 غرز ما بين بعض. وبعد ما اتأكد من مكان العين هركب الظهر بتاعها. ويلا بينا دلوقتي نبدأ الدور ال12. اول حاجة هعملها في الدور ال12 هي اني هعمل تناقص، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، وبعدين هعمل كمان تناقص، وبعد كده هعمل غرزة حشو، وبعدين هعمل تناقصين كده، 1 وكده تاني تناقص. بعد كده هعمل غرزة حشو، وبعدين هعمل تناقصين كده، 1 2 وبعد كده هعمل غرزة حشو، وبعدين هعمل تناقص. وكده انا خلصت الدور ال12، والمفروض في اخر الدور ال12 يبقى عندي 12 غرزة. ولو انتوا حابين طبعا ممكن تعدوا علشان تتأكدوا. كده انا خلصت الراس، فهشيل العلامة اللي انا حطاها وهعمل غرزة منزلقة، وهقص الخيط وهسيب كمية كبيرة من الخيط علشان اعرف اخيط الراس في الجسم. وهشد الخيط بالشكل ده. وكده انا خلصت الراس، ويلا بينا دلوقتي نعمل الايدين. علشان اعمل الايدين اول حاجة هعملها هي اني هعمل 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. وطبعا هنا برضو هستخدم طريقة السلسلتين وانا بعمل الدايرة السحرية.
كده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي 6 غرز حشو جوه دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني، والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده ابقى عملت زيادة، وهفضل اعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاني، ودلوقتي هبدأ الدور التالت. والدور التالت عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي في الدور التالت. المفروض في اخر الدور التالت يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التالت، ودلوقتي هبدأ الدور الرابع. والدور الرابع عبارة عن غرزتين حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزتين حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في آخر الدور الرابع يبقى عندي 16 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور الرابع، ودلوقتي هبدأ الدور الخامس. والدور الخامس عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور الخامس. المفروض في اخر الدور الخامس يبقى عندي 16 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور الخامس، ودلوقتي هبدأ الدور السادس. والدور السادس عبارة عن غرزتين حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، إني هعمل غرزتين حشو بعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور السادس يبقى عندي 12 غرزة. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور السادس، ودلوقتي هبدأ الدور السابع. والدور السابع عبارة عن غرزة حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور السابع يبقى عندي 8 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم. كده أنا خلصت الدور السابع، ودلوقتي هبدأ الدور الثامن. والدور الثامن عبارة عن غرزتين حشو بعد كده تناقص. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور. في تاني غرزة هعمل غرزة حشو، وبعد كده هعمل تناقص، والتناقص هو اني هخلي غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملة بالنمط ده لغاية آخر الدور، اني هعمل غرزتين حشو بعد كده هعمل تناقص. المفروض في آخر الدور الثامن يبقى عندي 6 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع أقابلكم.
كده انا خلصت الدور الثامن، ودلوقتي هبدأ الدور التاسع. والدور التاسع عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور التاسع. المفروض في اخر الدور التاسع يبقى عندي 6 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الايد، علشان كده هعمل غرزة منزلقة، وهقص الخيط وهسيب كمية من الخيط اقدر بيها اني اخيط الايد على الجسم، وهشد الخيط بالشكل ده، وهعمل كمان ايد بنفس الطريقة. دلوقتي هعمل البق، وعلشان اعمل البق هستخدم الخيط الاصفر، وهعمل 4 غرز حشو جوا دايرة سحرية. وهنا برضو هستخدم طريقة السلسلتين وانا بعمل الدايرة السحرية. كده انا خلصت الدور الاول، ودلوقتي هبدأ الدور التاني. والدور التاني عبارة عن زيادات الدور كله. فكل غرزة موجودة عندي هعمل زيادة، والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. منساش طبعا اني اعلم بداية الدور. كده انا عملت غرزة حشو في اول غرزة موجودة عندي، هعمل كمان غرزة حشو في نفس الغرزة، وبكده ابقى عملت زيادة. وهفضل اعمل زيادات لغاية نهاية الدور التاني. المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 8 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاني، ودلوقتي هبدأ الدور التالت. والدور التالت عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، ومنساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وهفضل اعمل غرزة حشو في كل غرزة موجودة عندي لغاية نهاية الدور التالت. المفروض في اخر الدور التالت يبقى عندي 8 غرز. هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التالت، وبكده ابقى خلصت البق. علشان كده هشيل العلامة اللي انا حطاها، وهعمل غرزة منزلقة، وهقص الخيط، وهسيب كمية من الخيط اقدر بيها اني اخيط البق على الراس، وهشد الخيط بالشكل ده. وكده انا خلصت البق، ويلا بينا دلوقتي نعمل الرجلين. علشان اعمل الرجلين، اول حاجة قبل ما ابدأ هسيب كمية من الخيط في البداية، علشان ده هيساعدني وانا بخيط الرجلين على الجسم. وهعمل 6 غرز حشو جوا دايرة سحرية. وكده انا خلصت الدور الاول، والمفروض في اخر الدور الاول يبقى عندي 6 غرز حشو جوا دايرة سحرية. دلوقتي هبدأ الدور التاني. والدور التاني عبارة عن غرزة حشو بعد كده زيادة. فأول غرزة عندي من بداية الدور هعمل غرزة حشو، منساش طبعا اني اعلم بداية الدور، وبعد كده هعمل زيادة. والزيادة هي اني هعمل غرزتين حشو في مكان غرزة واحدة. وهفضل مكملها بالنمط ده لغاية اخر الدور، اني هعمل غرزة حشو بعد كده هعمل زيادة. المفروض في اخر الدور التاني يبقى عندي 9 غرز.
هخلص الدور وبعد كده هرجع اقابلكم. كده انا خلصت الدور التاني، وبكده ابقى خلصت الرجل. علشان كده هعمل غرزة منزلقة وهقص الخيط، وهسيب كمية من الخيط اقدر بيها اني اخيط الرجل على جسم البطة، وهشد الخيط بالشكل ده، وهعمل كمان رجل بنفس الطريقة. دلوقتي هخيط البطة بتاعتي، وعلشان ابدأ اخيط اول حاجة هعملها هي اني هحشي اجزاء البطة. دلوقتي انا بحشي الراس، وبعد ما احشي الراس هخيط البق على الراس، وهخيط البق ما بين العيون دور تحت الدور اللي انا حطيت فيه العين. وبعد ما اخيط البق هقص الخيط الزيادة، وبكده انا خيطت البق على الراس. ودلوقتي هحشي الجسم علشان اخيط بقية الاجزاء عليه. بعد ما احشي الجسم هخيط الراس على الجسم،
وبعد ما اخيط الراس هقص الخيط. وبكده انا خيطت الراس على الجسم، ويلا بينا دلوقتي نخيط الرجلين. علشان اخيط الرجلين قبل ما ابدأ هقرر بالظبط انا عايزة مكان الرجلين يكون فين. وبعد كده بداية الخيط اللي احنا بدأنا منها، فاكرين لما انا قلتلكوا في البداية هنسيب كمية من الخيط؟ البداية دي هندخلها في البطة بالشكل ده، وهنطلعها من الجسم في ناحية فوق، وهنشد الخيط جامد بحيث ان البطة تكون زي من جوه مشدودة اكتر من بره بالشكل ده باين عندكم في الفيديو. وبعد كده هستخدم الخيط التاني اللي هو الخيط اللي يعتبر نهاية الخيط اللي بقى في الاخر خالص، وهستخدم الخيط ده علشان اخيط بيه رجل البطة، وعلشان اثبت الرجل في مكانها. واخد بالي انه انا بخيط الرجل في الجسم، انا بخيط الجزء اللي في النص من الرجل، لان انا عايزة الرجل تكون زي من نص متخيطة، ومن الجنب تكون زي مش ماسكة قوي في الجسم علشان يكون شكلها حلو. يعني انا مش عايزة الرجل الصفرا تكون من كل النواحي متخيطة فيه البطة، انا مش عايزة ده. انا عايزة بس الجزء اللي في النص هو اللي يكون متثبت ومتخيط، وبقية الجزء يكون زي طالع برا مش متخيط قوي في الجسم، علشان يدي شكل الرجل بالصوابع، او يدي شكل رجل البطة بما ان البطة ما عندهاش صوابع. بعد كده خلاص، بعد ما احس ان انا خيطت الرجل كويس في الجسم، جزء الخيط اللي انا كنت بخيط بيه الرجل هطلعه من نفس المكان اللي انا طلعت منه نهاية الخيط التانية، وهربط الخيطين مع بعض. وبعد كده هقص الخيط وهخفي نهايتين الخيط. وبعد ما اخيط اول رجل هخيط تاني رجل بنفس الطريقة، وبعد كده هرجع اقابلكم. وبعد ما اخيط الرجلين هخيط ايد البطة او الجناح بتاع البطة، وهخيطه بالظبط ما بين الراس والجسم.
ودلوقتي انا خيطت الايدين على البطة، وبكده ابقى خلصت البطة بتاعتي. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. لو في اي اسئلة عندكم ممكن تكتبوها في التعليقات، وانا هحاول بقدر الامكان اني ارد عليها. لو في اي حاجة تانية انتوا حابين تعملوها ممكن برضو تكتبوها في التعليقات، وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها. لو عملتوا البطة دي ممكن تحطوها على الانستجرام او على التيك توك وتعملوا لي منشن، احب جدا اني اشوف ابداعاتكم. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. هشوفكم المرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.